دقيقة قبل لا نبدأ المقطع، حطوا لايك واشتركوا معانا، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوا عليه. مساكم الله بالخيرات. اليوم إن شاء الله بأمره عندي وصفة حجازية انطلبت مني، اللي هي رز زربيان على طريقة أهل الحجاز وأهل الزواجات اللي كنا نشوفها ونعرفها. المهم عندي زي ما انتم شايفين المقادير حتلاقوها إن شاء الله موجودة في صندوق الوصف. 5 حبات طماطم حقطعها صغار. عندي 5 كاسات رز الوليمة منقوعين في موية وملح وشوية خل، موية كادي. عندي اللهم صل على سيدنا محمد ملعقتين سمن نباتي، علبة لبن زبادي. عندي دجاجة مقطعة 4. ممكن طبعا الوصفة تستخدم باللحمة، يعني ممكن نستخدم لحم، بس أنا اليوم حابة أسويها بالدجاج. وعندي 4 حبات 5 حبات بصل مقطعة، وعندي حبة فلفل أحمر، هذا اختياري اللي يبغاه. زيت عندي كمان للطبخة. واهم حاجة البهارات طبعا زي ما انتم شايفين، زعفران، اللهم صل على سيدنا محمد، ملح، ورق غار. وعندي اهم حاجة شيء في الوصفة، ملعقتين هيل او ملعقتين قرفة. الباقي البهارات ملعقة صغيرة، فلفل اسود، نص ملعقة كمون ما ازود، قرنفل نص ملعقة، وملعقة خولنجان، ورق الغار قلت والملح. هذه المقادير. نقول بسم الله ونبدأ الطبخة. أحط الزيت وأحط معاه الملعقتين السمن النباتي. طبعا زي ما انتم ملاحظين أنا أطبخ على الغاز الأرضي، أحب أطبخ كيف بالطريقة هذه. هحط البصل دحينة، وحقلب لغاية البصل ما يتغير لونه شوية كده، يصير على مشقق. بعدين نكملها. طبعا إذا كنت الوصفة الطبخة هذه تبغوا تسووها باللحمة، لما نحط البهارات والطماطم ححط اللبن معاها، لأنه اللحمة تاخذ سوا، لازم اللبن ينحط معاها. لكن إن بدي أطبخها بالدجاج زي هذه اليوم، بعدين حوريكم متى أحط اللبن. البصل عندي بدأ يشقر، هحط كمان هنا ورق اللهم صل على سيدنا محمد، أستغفر الله، ورق الغار. وهحط البهارات كلها اللي عندي. وأقلب وأحط الدجاج دحينة، وافضل اقلب في الدجاج لغايه المويه حقته ما تروح يتغير لون الدجاج. اللهم صل على سيدنا محمد. ريحه البهارات لا اله الا الله. صلوا على الحبيب يا ناس. هحط الدجاج، طبعا زي ما قلت اللحمة تاخد استوى، تكون لحمة ضاني لازم. لما الحين مثلا اقلبها زي كده وحطيت الطماطم، احط اللبن بعد ما اخلط الزبدية بالشوكة واحط اللبن. لازم اللبن يستوي مع اللحم ياخد وقته. لكن في الدجاج لا، بعد الطماطم ما تروح مويتها هحط اللبن، وحتشوفوا كيف معايا في الطبخة. الدجاج عندي ما شاء الله شنو كيف المويه مرة ما في. فإذا كانت مرة واحدة عندكم كده ماسكة البهارات أو شيء، أضيف شوية موية ما في مشكلة. الحين أحط الطماطم، والطماطم لازم تكون فريش. وحخليهم مع بعض لغاية طبعا الطماطم ما تتفاعل مع الدجاج وتخرج المويه حقتها. ما نضيف أي موية للطبخة هذه أبدا. وعبال ما تستوي الطماطم مع الدجاج عندي مويه حاره فيها ملح وزيت شويه، حسلق الرز نص سلقه.
اجهزه علشان ايه الطبخه، لانه الدجاج ما ياخذ يستوى كثير على النار. وارجع لكم بعد 20 دقيقة. شوفوا كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كيف بيسبك هو الموية ندرت الدجاج وما استوى طبعا، في قسوة. دحين أحط موية الكادي زي 2 غطيين قصدي. ودحين كمان أحط اللبن. عشان دجاج أنا بحط اللبن في هذه المرحلة. وعليه ليش؟ لو حط رز على طول. أما لو لحمة أحط اللبن من بعد الطماطم واخليهم يقعدوا يستووا على مهلهم. اللحمه تاخذ استوى. الحين خلاص هحط نص كميه الرز وهقلبه. الدجاج ما زال فيه قسو لانه لسه كمان هحطه على الهدوء مع رز على النار. هذا الزربيان لازم يكون لونه بالطريقه هذه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط نص كمية الرز وحقلبه مع الخلطة مظبوط. وهحط كمية النص الكمية الثانية هقسمها نصين، نص هحطه عشان اللون الابيض، والنص والربع الباقي هحطه ده الزعفران، لانه هو من 3 الوان الرز الزربيان، الاحمر والابيض واللون الاصفر اللي هو الزعفران. هحط كمان دحينه وما هقلب. هذا اللون الطبقه الثانيه اللي حيكون اللون الابيض. الطبقة الثالثة الزعفران. طبعا اخذت جزء من الرز وحطيت الزعفران. دحين حغطيه وحخليه على النار لمدة 30-35 دقيقة لغاية ما يستوي الرز كله. بعدين ارجع لكم ان شاء الله. خلاص اغطي عليه بالقصير. ودحين في هذه المرحلة ححط الفلفل، هذه اختياري، اللي يبغى يحط واللي ما يبغى لا يحط. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الرز عندي انتهى بعد 35 دقيقة. طبعا طلع الفلفل. كيف دحين كيف الغرف، هذه كمان نقطة مهمة. أندر الرز الأصفر أحطه في صحن، والرز الأبيض كمان أندره في صحن. بعدين أغرف الرز التحتاني الأحمر والدجاج، بعدين أرص فوقهم الثاني. أول ما أغرف الطبقة التحتانية اللي هي الرز الأحمر والخلطة، الطريقة هذه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلوا على النبي، لا ننسى ذكر الله يا جماعة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا التزيين أنا عندي هنا بيضة مسلوقة، كل واحد اختياري يحب اللي يزين. وعندي كمان لوز وزبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. لو تشموا الريحة صلوا على الحبيب، اذكروا الله. هذه طبقنا اليوم الزربيان الحجازي. يا رب ان شاء الله يكون سهل وتقدروا تطبقوه، وعجبتكم الطريقة، وبالعافية ان شاء الله. واللهم صل على سيدنا محمد، وشكرا.